أهلا بكم من جديد. كل فن يبحث عن لحظة تأسيس، غير أننا نلاحظ في سياق البحث عن تاريخ الفن التشكيلي المغربي أن الأمر ليس بالسهولة التي تعرفها الأشكال التعبيرية الأخرى. صحيح مهران، فالفنانون الأجانب الذين استوطنوا المغرب هم أول الذين اهتموا بالفن التشكيلي في المغرب وعكسوه أيضا في أعمالهم. إضافة إلى ذلك هم أول الذين بلوروه في حراملة مستقلة ومتميزة أيضا. إذن حول الفن التشكيلي في المغرب نرحب بضيفتنا في الاستديو بالفنانة التشكيلية المغربية السيدة لمياء منهل. سيدة لمياء، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. شكرا على الاستضافة الجميلة. أهلا فيك. نحن نتحدث الآن عن المغرب والجناح المغربي المشارك في معرض إكسبو 2020، ولكن الفن التشكيلي المغربي له بصمة خاصة. حابين نعرف أكثر منك، ما الذي يميز الفن التشكيلي المغربي؟ بحكم أن المغرب طبعا له تاريخ وله حضارات عريقة، عندنا كثير فنانين لأنه عن طريق الفن التشكيلي انكتب التاريخ، فعندنا حركة قوية فنية تشكيلية. كذلك جلالة الملك الله ينصره عنده دعم كبير للفنانين التشكيليين، حتى أنه عندنا كروت مميزة لكل فنان تمنح له خصومات ومساعدات حتى في تقديم الفياز، ومنح كذلك معارض خارج الدولة. غير طبعا إضافة إلى ذلك في كثير فنانين كبار مغاربة، بكثر الحركة اللي احنا ثقافتنا أكثر شيء أوروبية، فبكثر الحركة اللي احنا قريبين من أوروبا عندنا حركة كبيرة من الفنانين التشكيليين اللي مارسوا الفن التشكيلي بطريقة صحيحة وقدموا يعني نشروا الفن التشكيلي حول العالم وصار تاريخي. جميل. مثل الفنانة شعيبية الله يرحمها اللي كانت يعني فنانة تلقائية، أي شيء بتشتغل بس بمواد تبع الأكل، البهارات وهدول، حتى صارت من كبار الفنانات في العالم، اسم مميز وموجود في كل المتاحف العالمية. كذلك عندنا بالكاهية عندنا المليح اللي توفى مؤخرا السنة الماضية الله يرحمه، كذلك من كبار الأسماء. فحاليا تعتبر الفن التشكيلي المغربي من أقوى الحركات الفنية المتواجدة في العالم. جميل. يعني الفنانين المغاربة رسموا بصمة ووضعوا بصمة خاصة تاريخية متواجدة حول العالم، فهي أكبر حركة تشكيلية. لمياء، أنت أيضا وضعتي بصمة يعني، ولا ما كنت أخذتي لقب ديفا الفن التشكيلي وأيضا سفيرة جناح المغرب بإكسبو 2020 دبي. حدثينا عن آخر أعمالك. أعمالك متنوعة، يعني فن تشكيلي ولكن أعمالك جدا متنوعة، فيها البصمة المغربية، في أعمال أخرى كانت تتميز فيها بصمة إماراتية. حدثينا عن أعمالك. صحيح. أنا من يوم ما جيت الإمارات حاولت أشتغل على استقطاب المغرب للحضارة الأندلسية، فكل سنتين ثلاثة أو كل سنة بيكون عندي محور معين، فبشتغلت على الثقافات المغربية حتى نشرت ثقافتي بين أصدقائي وبين الجنسيات المختلفة اللي بتحتضنها الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة. بعدين اشتغلت عن العشق، قصة ابن المعتمد اللي هي من أجمل قصص العشق في التاريخ. اشتغلت على الصوفيزم، وهلا مؤخرا عندي هالسنة عندي ألوان الإمارات ال50 حتى حي دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا يعني عن جد اللي كنا بنفتخر فيها، على هذه المبادرات وهذا التاريخ العريق اللي بترسمه الإمارات في ظرف وجيز 50 سنة. ما في حدا في العالم ممكن يعمل هيك، فاحنا كثير فخورين وخاصة باستقطاب هالإكسبو 2020. جميل جدا. يعني ذكرتي حضرتك لمياء عن الثقافة الأندلسية، أنا معجب جدا بهذه الثقافة وهذا الفن، من أجمل ثقافات. ولكن أنت كفنانة كيف تجدين صعوبات أو تحديات حتى إيصال هذا الفن بشكل خاص إلى العالم كله؟ مثل ما ذكرت، احنا في كل فنان بيكتب تاريخه، فبحاول اقرا الكتب واقرا التاريخ، وعن طريقه بستوحي وبقدم شيء مميز حتى اعرف الناس بالتاريخ وبالشغلات اللي صعب انهم يوصلوا لها بالقراءة، يوصلوا عن طريق الفن. فبنحاول نعمل يعني تماجس الثقافات ونعرف أكثر على حضارتنا وثقافتنا. جميل. طيب، مع التعريف، احنا عم نشوف فيديوهات لحضرتك لمياء وانت عم ترسمي بأحد المعارض، ولاحظت انك ترسمين بيدك مش باستخدام ريشة. لوين انت هيك واصله بمرحله الفن؟ عم تتمزجي باعمالك وبلوحاتك؟ انا ابتديت بالريشه، بس بعدين كل فنان عنده بصمه خاصه ولازم يحصل السيجنتشر تبعه. فبعدها حصلت حالي ما فيني المس اي شيء الا باصابعي.
خلاص هلا ممنوع يعني اي شيء، حتى اذا بدي بس اعدل شيء لازم يكون باصابعي. فبشتغل فقط باصابعي بدون استخدام الريشه. نفس التكنيك بستخدمها كذلك على الملابس، لانه عندي براند تبعي كمان بعمل ارت على الكلوتس. فالناس اللي ما فيها تقتني لوحه غاليه بتقتني على القليله دريس فيها ارت. فانا بحاول انشر الفن بكل الطرق، يعني حتى على الميديا، حتى مجله فنيه خاصه للفن التشكيلي لدعم الفنانين التشكيليين. طيب لميا، شو اكثر المواضيع جذبا لحضرتك اللي بتخليك تفتحي بوابه على هذا الفن التشكيلي؟ من وين تاخذي الهامك؟ مواضيع العشق. أنا لاحظت راسي مكتوب حب، مشان هيك سألتك هذا السؤال. إيه. آخر معرض عندي كان هو اسمه عشق. جميع أنواع العشق، عشق الوالدين، عشق الإله سبحانه وتعالى، عشقك للمكان اللي تنتمي له، عشقك للمكان اللي بنعيش فيه. صحيح. مثل عشقي للإمارات، عشقي للمغرب بلدي الحبيب، عشقي لأصدقائي. فأي شيء بعشقه بحاول أشتغل عليه. طبعا بيكون شويه صعب لانه باخذ شويه وقت حتى احصل محور جديد. فهالسنه مثل ما قلت لك الوان الامارات، والسنه الجايه ان شاء الله بيكون كمان مع محور جديد. كل التوفيق لك في السنوات المقبله وفي مشاريعك الحاليه والمستقبليه. الفنانه التشكيليه المغربيه لمياء منهل، شكرا جزيلا لك. شكرا للاستضافه، شكرا لك.